السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض تورتايه مقاس 20. يا رب تعجبكم. آه هي مكتوب عليها 22، بس انا كنت جايباها على اساس ان هي 20، بس هي مكتوب عليها 22. المهم حطيت 3 بيضات، حطيت رشة فانيليا، حطيت ربع كوباية مية، وهزود كمان شوية لان المفروض نحط 300 جرام. نحط تلت كوباية مية. تمام. حطيت هنا معلقة محسن وضربت الخليط كويس وهحطه في العجان. طبعا قبل ما اشتغل بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. قبل ما اشتغل خالص بكون مشغلاه، عما الخليط بيتضرب بحطه في الفرن. تمام. هحطها بقى في قلب احط الخليط في قلب الحلة او الصينية وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم. زي ما انتوا شايفين كده هحط الخليط، وطبعا الفرن معايا سخن. هدخلها على فرن سخن، هتقعد حوالي 45 دقيقة لحد ما تستوي. هحط الخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هساوي الخليط طبعا قبل ما ادخله، وهدب الصينية كام دبة كده قبل ما ادخلها، يعني خبطتين كده بس عشان لو فيها هوا او حاجة يطلع. هدخلها بقى الفرن. معايا الكريمة 1.5 كوباية مية على كوباية كريمة زي ما احنا متفقين مع بعض. طبعا احنا عارفين المقادير بتاعت الكريمة، بس انا حبيت الفيديو يبقى كامل. حطيت هنا نص كوباية كريمة، وهحط كمان نص كوباية، وهضرب الكريمة بتاعتي كويس جدا. حطيت هنا لبن بودرة، وحطيت معلقة باستري، وهحط معلقة كاكاو، مش معلقة، اقل من معلقة، يعني قولوا معلقة صغيرة كده، يعني على قد الكوباية بتاعت الكريمة يعني. طبعا لسه هحط الجناش، بس هقلبهم مع بعض كده واخليهم يتضربوا. وطبعا حطيت معلقتين سكر، بس ما جتش هنا في الفيديو. بس انا حطيت معلقتين سكر زي ما احنا عارفين، لكل كوباية معلقتين سكر. طبعا غلط ان انا اشتغل السبونج كده من الحلة وهو سخن، المفروض اسيبه يهدى شوية. بس التورتيه دي كانت المفروض تطلع يعني انا شغالة فيها قبل المغرب وطلعت بعد العشاء. تمام. شلت الورق منها طبعا عشان تتهوى كده وتبرد. طبعا هي لسه برضو حتى بعد ما اقطعها كده لسه سخنة. شوفوا متدخن ازاي، لسه سخنة. المفروض اصلا ما اشتغلش فيها النهاردة، بس العميل ده يعني بياخد مني بقاله كتير، بس هو نسى يكلمني قبلها بيوم، وكلمني يعني في وقت ضيق جدا. يعني قال لي انا عايزها النهارده وتكون يعني على قد ما تقدري بدري. فطبعا انا اصلا ما كنتش في البيت، فعما جيت بقى وكده عملتها الحمد لله. يعني هي خلصت بالظبط على الوقت اللي هو كان عايزه فيها. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا هعملها 3 طبقات، لان زي ما قلت لكم ان انا بعد كده هطلع التراب بتاعتي كلها 3 طبقات، نفس المقادير بتاعتي الاسبونج بالظبط، وهطلعها 3 طبقات. تمام. لان زي ما انتم عارفين الكريمه غلت قوي والاسبونج وكل حاجه غلت يعني. فعشان يعني الدنيا تبقى مظبوطه كده وما نعليش في السعر، هنخلي السعر زي ما هو وهنعملها 3 طبقات. هنا بقى هبدأ احط الكريمة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. طبعا سبتها ما بردت خالص، يعني انا غطيتها كده، حطيتهم على جنب وسبتهم مع الرخامة كده مفرودين. وغطيتهم عشان برضو ما ينشفوش يعني هو خبز يعني ممكن ينشف او كده. فغطيته كده وسبتها لحد اما اما بردت خالص. واشتغلت فيها زي ما انتم شايفين كده. بدأت اسقي.
حطيت بقى اخر طبقة زي ما انتم شايفين. هبدأ اشيل القاع زي ما انتم شايفين كده. المفروض كنت اشيله قبل ما اشتغل بس مش مشكلة. اشتلته كده وسقيت السبونج بتاعي، وهبدأ احط التورتايه كده. هبدأ احط الكريمة وهبدأ اجلس التورتايه. زي ما قلت لكم انا ممكن اجلس مره واتنين وتلاته، ما يفرق يعني، احط كريمه كتير، بس اهم حاجه ان التورتايه الاسبونج يكون مداري واخده كريمه، واخده حقها في الكريمه. طبعا اي حاجه بارزه كده بضغط عليها بالاداه اللي انا شغاله بيها زي ما انتم شايفين كده. ببدأ اساوي كويس. هبدأ بقى بالسكريبر المشنشر كده وهبدأ امشي على التورتايه. طبعا لو في مكان بارز، في مكان داخل لجوه، بظبطه بالكريمه. كل ده بتظبط بالكريمه، مفيش اي مشكله خالص. ببدأ ازود كده كريمه في الاماكن اللي انا حاسه ان هي مفقلبهاش كريمه كفايه، وهبدأ امشي تاني. انا مفيش مشكله عندي ان انا امشي مره واتنين وتلاته، بس اهم حاجه ان السبونج بتاعي يكون بيتداري كويس، والتورتايه واخده حقها في التجليس زي ما انتم شايفين كده. هنا حسيت ان المكان ده داخل لجوه شويه، زودته كريمه وهبدأ امشي عليه تاني. خلاص كده. هبدأ اخد بقى من بره لجوه كده عشان اساوي الحروف بتاعتها، عشان لما اجي اعمل احط دريب دريب شوكولاتة يكون مفيش حافية كده ان هي توقف الجناش. تمام. بدأت كده اوزعه. طبعا الجناش كان بيمسك معايا، انتوا عارفين طبعا الدنيا ساقعة، ف بحطه تاني في حمام مية كده لحد ما يفك معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده. وببدأ اشتغل عليه تاني، مفيش اي مشكلة عندي. هبدأ اوزع الجناش كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اوزعه. حطيته كده وهبدأ اوزعه بالراحة خالص، لان طبعا هو بيمسك يعني بسهولة، يعني مفيش، يعني مجرد ما انا حطيته بصوا هو مسك اصلا، فمفيش مشكلة خالص. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا اظبط بقى الجناش كده على قد ما اقدر. هبدأ بقى اعمل بالكريمة، بس انا جيت اعمل بالقمع ده. كنت عايزة اعمل شكل كده بس رجعت غيرته، فقلت لا، هعمله شكل تاني. فحطيت الكريمة بتاعتي في القمع وهبدأ اعمل وردات على نص التورتايه كده. تمام. زي ما انتم شايفين كده عامله الورده لبره مش لجوه. بالشكل ده. هسيب المكان ده فاضي كده عشان هنكتب فيه الاسم. هاجي من تحت كده وهعمل روزيتات.
زي ما انتوا شايفين. هقفل التورتايه من تحت خالص. هشوف بقى هعمل ايه من فوق. حطيت هنا توبر كده، حطيت كده شوية قلوق، شوية كريسبي كده على الوردات. هاجي هنا ده ورق ترانسفير، حطيته كده بالشكل ده. وحطيت هنا ده شكل كده زي ما انتوا شايفين برضو حطيته. وده شجرة كده حبيت ان انا احطها في وش التورتايه تغيير يعني. زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى هنكتب الاسم المطلوب مني، وهحط هنا ده كاندي توت، حطيت 2 كده. هحط بقى على الطرف هنا نجوم، هنقي النجوم الصفرة يعني كتغيير يعني. هي النجوم بتبقى الوان كتير مع بعض كده، وانا بختار اللون، بنقي يعني منها اللون اللي انا عايزاه يعني. لو حبيت احط لون ولون ولون عادي يعني مفيش مشكلة اي حاجة. بس انا اخترت ان انا احط اللون الاصفر بالشكل ده. هينطق التورته بيليق جدا مع اللون لون الشوكولاتة. كده خلاص التورتايه بتاعتي تعتبر خلصت معايا خلاص كده. زي ما انتوا شايفين تورتايه سهلة وبسيطة، يا رب تعجبكم وتبقى سهلة وتقدروا تنفذوها. استنوني في فيديو جديد.